هنعمل وصفة من المطبخ الهندي، جمبري بالكاري. الكاري مش بس من فوائده ان هو بينشط الدورة الدموية، لكن كمان فيه انتي اوكسيدنتس وبيساعد على حرق الدهون. نشوف المقادير. نص كيلو جمبري، عود كرفس، 3 عيدان بقدونس، بصلاية متقطعة 4/4، 5 حبات فلفل اسود، عصير 3 ليمونات، لتر ميه يعني 4 كوبايات ميه. دي مقادير الجمبري. نشوف مقادير صوص الكاري. فصين ثوم مفرومين، معلقتين كبار كاري باودر، عصير ليمونه، معلقتين كبار زيت، معلقتين كبار دقيق، 3 كوبايات ميه، بصله مبشوره، طماطمايه معصوره، و2 مكعب مرقه ماجي خضروات. نشوف هنحضر ازاي الجمبري. انا هضيف الميه والمكونات كلها واحطهم على النار لمده 10 دقائق. هحط الجمبري على النار واسيبه لمده 10 دقائق. في نفس الوقت هضيف 3 كوبايات الميه مع مكعبين مرقه ماجي خضروات وهسيبهم على النار لمده 5 دقائق. هسيب الشوربه تغلي لمده 5 دقائق، وفي نفس الوقت هبتدي احضر صوص الكاري. انا هضيف الزيت وبعدين هضيف البصل. هقلب البصله لحد ما تدبل وبعدين هضيف الثوم. هضيف الدقيق، بعدين الكاري باودر، وبعدين اضيف عصير الطماطم. كده اضفت كل حاجه لصوص الكاري ما عدا مرقه خضروات ماجي اللي انا لازم لما اجي اضيفها للصوص تبقى بتغلي. انا هضيف في نفس الوقت هقلب. كده صوص الكاري جاهز. انا صفيت الجمبري، هضيفه دلوقتي على صوص الكاري وبعدين هضيف عصير الليمونه، هقفل عليهم لمده 2-3 وبعدين اقدمه. جمبري بالكاري مع مرقه ماجي خضروات.